بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. اللهم ارحمنا فأنت بنا رحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارحمنا يا ربنا فيما جرت به المقادير. توكلنا على الله. اللهم صل على حضرة النبي. النعجة دي بقى لها فترة برضو جعانة كده، معرفش ايه السبب، بس دي كانت حلوة، فدي ممكن تبع الغنم اللي هفكر فيها ان انا ابيعها برضو. النهاردة الجمعة الساعة 9 تقريبا، انا طالع بدري النهاردة شوية، طالع يمكن 9 الا ربع علشان اروح ان قبل الجمعة عشان اصلي. في غنم عندي كتير بسم الله ما شاء الله، بدأت ترخي الميلان. النعجة دي والنعجة دي، وطبعا الاتنين الرحمن اللي انا شاريهم، فبسم الله ما شاء الله يعني، ربنا يبارك يا رب. في حاجات تانية عشر بس لسه شوية. وطبعا دي زي ما انتوا عارفين دي طلعت فاضية، وبنتها اللي وراها طلبت، بس ما خلتش الكباش يصدوها يعني. وهي كانت بتجري منهم، معرفش، كانت تقريبا مستغربة الموضوع وخايفة. دي الحلية اللي انا كنت شاريها ب6000 جنيه. دي شاريها تقريبا بقالي تقريبا شهر يعني، وهي كان تقريبا 3 شهور 4 شهور يعني، هي دلوقتي ممكن 5 شهور، بس بسم الله ما شاء الله عالية وحلوة. هي وفي نعجة هنا تانية حلية شبهها بالظبط، هي دي. ساعات انا بتلخبط بين الاتنين، زيها بالظبط. بياكلوا بامية. البامية دي بص، في الاول اهي صاحبها بقطعها، بنضف، الموسم بتاعها خلص، فبنضف فبنأكل وراها. فربنا يرزق الحال يا رب، ربنا ييسر الحال ان شاء الله. في مشكلة. خد، خد تعال، تعال خد، تعال. الكلب ببص عليه دلوقتي لقيت فيه قراد تاني، بعد ما كانش فيه الهوا، فيه صغير خالص، ما اعرفش السبب، مع ان رشيت الحوش بعد ما خلصت، بعد ما حميته ورشيت المعيز، رشيت الحوش نفسه، بس الحوش نفسه ما صورتش وانا برش. فما اعرفش مشكله الايراد ده، انا يعني بنسبه كبيره شكلي هبيع الكلب. كان في حد كلمنا عليه على القناه، قال لي لو هتبيعه انا هاخده، فان شاء الله هنبيعه يعني، مع انه هو حلو معايا ممتاز، بس هنعمل ايه، مشكلته عايز كل شويه رش، كل اسبوع. حتى بجيب له البودرة ما يعني ايه، بتموت، بس ما بتموتش بنسبة 100%. تقريبا الكلاب عايزة كل اسبوع نظافة، كل اسبوع نظافة. والنعجة دي برضو عشر، بس عشر لسه شوية يعني، لسه ما شهرين ونص. هي النعجة الجزمة اللي هي ما طلعتش عشر، طلعت فاضية، وبعدين طمشها او شكلها او وشها وحش كده، مش حلوة، فهي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتتباع يعني. بس انا مستني بس اعمل سونار بعد 15 20 يوم، اهو زي ما انتوا شايفين، تاكل شوية وتبص تروح تنام كده، اهو انتوا لسه شايفينها حالا. بص لو بصيت على عينيها تحس ان عينيها دبلانة كده، ما نعجة دبلانة. بص شايف وشها، اتحركي. بس تقريبا هو ده مش مرض، لان الدكتور انا بص عليها قال لي مفيش حاجة، وساعات ده بيبقى طبع عند الغنم، زي الناس، في واحد تلاقيه مثلا طبعه هادي مثلا او تقيل في المشي، وحتى واحد تشوفه كده يقول لك بصت عينيه وحشة، هي شكلها تقريبا مش الشكل ده. فهنشوف شوية كده، طلعت عشرة هنعمل سونار، طلعت عشرة هتتباع عشرة،
طلعت فاضية هتتباع فاضية برضو، مفيش مشكلة. ونكمل عليها ونشتري ان شاء الله واحدة حلوة يعني. احتمال ان شاء الله تبقى واحدة رحماني برضو، لان الغنم الرحماني بصراحة ممتازة. خد تعالى. كبيرة عليك ولا ايه؟ هاكلها الغزالة وما اكلتهاش، التانية هتفرمها في ثانية. خد تعالى. تعالى خد. تعالى يا عم، انت مالك؟ ده اكل. الصلاة على النبي. في دايما بقولك ان ولدة الصيف بتبقى وحشة. هو فعلا الكلام ده مظبوط، بس لكن لو النعجة سقواها حلو والغنم بتاكل وبتشبع بتطلع الولدة حلو. يعني الخروف ده عمره تقريبا دلوقتي شهرين ونص، وبسم الله بسم الله ما شاء الله ممتاز. كان في من كام يوم خروفين مع عند الراجل اللي بيسرح معايا، كان شاريهم من السوق. هو شاريهم ب6 وبيبيعهم ب6.5. يعني الاتنين بيبيعهم ب13 و200. يعني واحد ب6 600 كده. الخروف ده كان اعلى منهم شوية، بس تانيين قدام شوية، لكن ده احسن منهم. ونفس نفس القرن برضه، نفس الحجم. شايفين حجم القرن بتاع ده؟ فهو الكرم حلو للغنم. انت تكرم الغنم هتلاقي. ايه يا عم، عايز ايه؟ عايز ايه؟ عايز ايه؟ والله ما معايا اكل خلاص. لو تفتكروا زمان وانا كنت بسرح بالغنم، كنت الغنم امشي وراها ترمح قدامي تجري، ولو امشي قدامهم تسيب انه تنزل الاراضي. دلوقتي بسم الله ما شاء الله، ندهة واحدة بس انادى عليهم تلاقيهم ماشيين ورايا. وده اول واحد طبعا لازق في ظهري. صلى على حضرة النبي. بس اسكت. لقيت واحد مقطع الشجرة ده، مقطع منها تقليم يعني، مقلم الشجر ورميه. بس معرفش مش عايزين ياكلوا ليه. هما بياكلوا ورق الشجر ده دايما، على طول ما يلاقوا الشجر ده واقف كده بياكلوا بياكلوا الورق بتاعه. معرفش ايه السبب، يعني عشان كتير مثلا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. الغنم بدأت تشبع ازاي، بدأ الشبع يبان عليهم. الغنم لما بتسرح بره بتاكل انواع اكل كتير، بتغير اكل. رجل على حشيش على زرع على بقدونس على ملوخية على الكلام ده، فبتشكل في الاكل، فبتاكل فبتشبع بسرعة. غير لما يكون الاكل ده نوع واحد بس. النعجة دي عندي زي نعجة بنت لذينة زي الزفت. أستاذة في التنتيش. تبقى الأرض مليانة أكل، تروح مثلا على الأرض اللي جنبي تنتش فيها. يعني مثلا احنا بنأكل شبت وهي بتحب الشبت، الناحية التانية في كزبرة تروح تاكل. طب في يوم تاني بنأكل كزبرة والناحية التانية شبت، تروح تنتش من الناحية التانية. فيها داء التنتيش ده، الجزمة ده. الساعة دلوقتي 11، لسه ساعتين على صلاة الجمعة. هناخد ساعة كمان وبعد كده هنروح على الساعة 1 بإذن الله، بحيث ان هو يبقى معانا ساعة كده ايه نجهز نفسنا للصلاة. ونشوف لو في مكان اكل مثلا بعد العصر نطلع ساعة ولا ساعتين. هنطلع، مفيش هنرمي لهم سلاج في البيت وخلاص ياكل. الكلب قاعد يلف على اكل،
مش لاقي اكل. في البيت لما نروح ارمي لك اكل. خد تعال، خد تعال، خد. انا بقول لك تعالى، ما بقولكش اقعد. خد تعال. جعان صح؟ الشوك لسه في وشك باينه. انا هتروح على الملوخيه. احنا مش عايزين نعمل مشاكل مع حد، وعشان الحلال والحرام برضه. يلا يا ريكس روح، ولا احنا اللي هنسميه نتنياهو. هري هنا، هري هنا. است- است- سك. يلا. يعني انا هشيت كل الغنم، وانت تروحوا ترجعوا تاني. دي اللي انا كنت بكلمكم عليها من شويه. ده انت نعجه رخمه. الكبش من شويه برضو كان بيجري ورا الحليه اللي هي الصغيره اللي هي دي، كان بيجري وراها تاني، معرفش ايه السبب. طلب التاني ولا كده. بس هما كانوا بيجروا وراها من كام يوم. المفروض فترة الشياع بتاعتهم كل 21 يوم. بصوا اللي هي دي، واللي قدامها دي امها. بس هي بسم الله ما شاء الله بقت اعلى من امها كمان. بس هنسيبها برضو ايه تاخد راحتها شوية، لان الغنم ممكن تعشر على 7 شهور 8 شهور 9 شهور حسب الاكل والغذاء بتاعها. بس لما تتساب توصل سنة ما ده يبقى افضل يعني. هي دي تقريبا ممكن 6 شهور 7 شهور كده. يعني لو شهرين كمان مش مشكلة على 10 شهور يعني. وبرضه في وزن، يعني الوزن مثلا ان هو يكون مثلا من 50 كيلو وانت طالع، 50 55 60 45، ولو عالية برضه تنفع. يعني هو عشار الغنم مرتبط بكام حاجة. الوزن، دي لو شبعانة ممكن تعشر قبل سنة. لو هي ما بتشبعش وجعانة يعني لازم يفضل ان هي تستنى السنة. بص دخلت فين، هتفضل تمشي تمشي لما تروح على الذرة او الكزبرة اللي تحت الذرة. العليه اللي بيطلع على الترع ده بياكلوه برضه. بص الغنم عايزه تقيل ازاي، دخلت في الضله وقفت. الساعه دلوقتي داخله على 12. كده كده انا قربت من البيت. انا كنت ورا كده خالص بعيد على المصرف، وجاي كده الطريق ده باخده كده وانا مروح البيت. فانا ماشي واحده واحده كده البلد هناك دي اللي هي المدنه دي، البيت عند المدنه ده. بسم الله ما شاء الله، 4 مدائن 5 جنب بعض. بسم الله ما شاء الله. بص عايزين ندخلوا في الضله دايما. هري هنا، هري هنا، هري هنا. انت ماشيه ليه؟ ماشيه ليه؟ عدي ورا، عدي ورا. وانت عم سايبهم ليه؟ ما ترجعهم. يلا يلا ادخل. عدي روح كل الناحيه التانيه شويه. يلا 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 يلا. النعجه دي اتجننت، بتضرب الكلب بغباء. الغنم لما تقرب على الولاده بتخاف، بتضرب الكلاب اللي تكون موجوده في المكان. يلا يلا غزال.
شايفين الكيسة اللي هناك دي بتتحرك، معرفش ايه السبب، في حاجة تحتها ولا ايه. كان في فيران تحتها. في بواقي اكل هنا وفراخ والكلام ده، فالفيران كان بتاكل تحتها. الساعة وصلت 12 دلوقتي، وانا بيني وبين البيت دلوقتي يا دوب 10 دقايق. لقينا مكان فيه كنز هنا. ده المكان اللي بقول لكم عليه، المكان فاضي ومارس الارض كلهم بينضفوا اراضيهم بيرموا في المنطقة دي. والمكان ده كل ما بينشف بتولع فيه، كل ما بينشف بتولع فيه. في اكل كتير هنا بسم الله ما شاء الله. بس الغنم رايحة عايزة تشرب الاول. نروح نجيبهم الاول ونيجي. متعودين في الاخر برضو هنا بيبقى في مكان فيه اكل، فبيروحوا عليه برضو. لفوا يابا، الاكل هناك، الاكل هناك. يلا يلا عدي خيرنا اهو. يلا يلا روح، روح على الاكل. بص المكان ده كان مكان اكل، انا كنت باكل فيه برضه. رر رر رر. خليك انت في المصيف بتاعك ده. يلا يلا يا كبش. الغنم عايزه تقيل ولازم نمشي نروح. هنمشي نروح بقى والمكان ده وشويه الاكل دول بنرجع ناخدهم العصريه، او نيجي نطلع العصريه هنا بالغنم شويه. السلام عليكم.